سوني أعلنت عن كاميرا فول فريم موجهة لصناع المحتوى والفلوجر على وجه الخصوص. هذه الكاميرا تجي بسنسور مشابه للسنسور الموجود في كاميرا FX3 السينمائية، وتجينا بحساس قدرته 12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل عشان نحصل على أفضل جودة للتصوير الليلي للفيديوهات. سوني في هذه الكاميرا جمعت كل الكاميرات الجميلة المميزة اللي عندها، ضربتهم في خلاط وجابت لنا هذه الكاميرا اللي حجمها ما يتعدى حجم كف يدي. كف يدي أكبر من هذه الكاميرا. نظام فوكس مختلف وجديد وجدا خرافي، وكذلك ميزة تتبع حركة الأشخاص، ميزة جديدة في هذا الفوكس أو النظام هذا. بأمانة ودي أجرب هذا النظام الجديد في هذه الكاميرا. هيكون فيها برضو ميزة تعرف على الوجه، هذا شيء طبيعي في كاميرات سوني. كذلك فيها ميزة عرض المنتجات اللي موجودة في الأخت الصغيرة لها ZV-1. الكاميرا هذه تصور 4K على 60 فريم و10 بت، ونقدر نصور إلى 120 فريم، بس حيكون فيها كروب صغير 10%. أشوفه جدا حيكون مقبول إذا جينا نتكلم إنه حنصور 4K 120 فريم. مانع اهتزاز مختلف في هذه الكاميرا. وخليني أبسط لك الموضوع. حسب ما أعلن السوني مانع الاهتزاز قوته، شفت لو تمسك جوال الآيفون مثلا 13 أو 14 برو وتتحرك فيه بالضبط نفس الطريقة هذه، معناه إنك ما عاد راح تحتاج جيمبل. للأمانة ودي أجرب هذا الشيء برضه. هذه الكاميرا راح تحتوي على 3 مايكات مدمجة عشان تحصل على صوت نقي وصافي وواضح تماما. والشاشة اللي حتكون موجودة في هذه الكاميرا تدعم اللمس بس بشكل محدود. وفي ميزة جدا رهيبة وجديدة، وهي إضافة اللوت السينمائي في الكاميرا. في عدة ألوان تقدر تختارها بحيث أنها تساعدك على تلوين الفيديوهات، أو أنك ما تحتاج تلون الفيديوهات. ومو بس كذا، الآن تقدر تضيف لوت خاص فيك، ألوان أنت حابها تضيفها للكاميرا وتستخدمها للفيديوهات. يعني باختصار ما عاد تقدر تتعب على تلوين فيديوهاتك زي السابق. هذه المعلومات كذا سريعة عن الكاميرا اللي أعلنوا عنها. طبعا ما تقدر تحكم عن أي كاميرا إلا لما تجربها وتشوف هذه الخصائص اللي فيها وكيف أدائها. سعر الكاميرا الرسمي راح يكون $2350 للبدي فقط بدون عدسات. اكتب لي تحت ايش رايك في هذه الكاميرا. انا اتوقع انه هذه الكاميرا حتكون حقبه جديده للفلوجر، تكون شيء مختلف وراح تساعدهم كثير في انتاج فيديوهات اكثر احترافيه للفلوجات. لا تنسى تعطيني لايك على هذا الفيديو. اذا ما كنت متابعني تابعني. انا نواف، القاك في فيديو جديد. سلام.